للمهتمين باللغة العربية واكتساب الملكة. سيجدون في طريقة اكتساب الملكة مذاهب وأقوال، فمن قائل يقول أن تكثر من القراءة في الكتب القديمة، وقائل آخر يقول بل الحفظ هو وسيلتك في اكتساب الملكة وتنميتها واكتساب العبارات. إلا أن المنفلوطي له مذهب آخر في كتابه النظرات. هذا الكتاب أحس منفلوطي بأن لكلماته وقع على المتذوقين للغة العربية، وأحس من بعضهم أنهم يقلدونه في كتاباته وفي طريقته، فوضع لذلك قواعد يستنير بها من أراد أن يكتسب الملكة ومن أراد أن ينمي التعبير لديه. الطريقة الأولى أنه لم يقلد أحدا ولم يحتذي بأحد في كتاباته ولم يستنسخ طريقته في الكتابة. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن المقروءات التي كان يقرأها لم يبق منها شيء في ذاكرته لأنه كثير النسيان، وإنما بقي فيها الروعة والجمال، جمال العبارة وروعتها فقط. أما أن يحفظها أو أن تبقى في ذاكرته يقول أنا ذاكرتي لا تقوى على ذلك. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ويقول الأمر الثالث وهذا أمر غريب ولعل هذه هي التي جعلته ينطلق في عالم اللغة العربية، يقول وما أذكر أني نظرت في شيء من ذلك، يعني الكتب الروايات والقصص والشعر، يقول ما أذكر أني نظرت في شيء من ذلك ليحشو به حافظتي أو استعين به على تهذيب بياني أو تقويم لساني أو تكثير مادة علمي باللغة والأدب، بل كل ما كان من أمري أنني كنت امرأ أحب الجمال وأفتتن به كلما رأيته في صورة الإنسان أو مطلع البدر أو مغرب الشمس أو هجعة الليل، وسرد أشياء من الجماليات في الحياة. وغاية ما في ذلك أنه يستشعر الجمال ويقف عنده سواء في كتابة أو في منظر طبيعي أو في صورة إنسان، إذا استشعره خرج من روعه كلمات ومشاعر صادقة فتتزين الكلمات في وصف هذا الجمال. هذا الذي أوصل المنفلوطي إلى هذا المستوى.